المخروطة صعبة، المخروطة معقدة. لا ما بعرفش اسوي. لا، ان شاء الله ان شاء الله بعد الفيديو ده هكون استاذة في عمايل المخروطة. سهلة جدا وبسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشني جدا جدا جدا. اتمنى يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده باذن الله هنعمل المخروطة المصري بطريقة جميلة جدا جدا. ان شاء الله هتكون جميلة جدا. هتشرفك قدام ضيوفك، قدام معازيمك. هتبقى جميلة جدا، سهلة وبسيطة خطواتها. امشي معايا بس بالخطوات، ان شاء الله هكون استاذة فيها. هنسمي الله ونبدأ ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتدعموني باللايك عشان خاطر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا دقيق ومية ورشة ملح ومعلقة سكر بس خلاص. الدقيق حسب ما انت عايزة تعجني. هنبدأ من كيلو واحد. كيلو هنبدأ نحط عليه نص معلقة ربع معلقة ملح بس، ومعلقة سكر. ونبدأ نحط المية شوية بشوية عشان العجينة بتاعتنا ما تكترش. لا، المية معانا والدقيق معانا. هنبدأ لأن الدقيق هقولك مقدار المية كذا، لا الدقيق بيختلف. هبدأ أحط الدقيق بتاعنا المية شوية بشوية، وأبدأ أعجن لحد ما العجينة بتاعتنا تبقى متماسكة معانا بالطريقة ديت، وتكون يابسة شوية مش طرية. هبدأ أكورها كور صغيرة جدا، أصغر من الليمونة، عشان لما أجي أفردها ما تطولش معايا جدا، لأني هفردها على درجات من المكنة عالية بتخليها رقيقة. تمام. ادي المرحلة بتاعت العجين خلص. ما تصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عشان نؤجر كلنا بإذن الله. انا هقطعها قطع صغيرة، وهبدأ دلوقتي بإذن الله أبدأ أحطها في المكنة بتاعتنا. هعملها على دوران اتنين. هبدأ أضغط على العجينة كده ضغطة بسيطة، وأحطها المرحلة الأولى بتبقى على درجة 3، وأبدأ أفرشها جنب كده. باخدها بعد كده اللي أنا ركزوا معايا، اللي أنا خبزته بالمكنة هبدأ أخده وأعمله على درجة 7. 7 من المكنة يا جماعة بيبقى رقيق وجميل جدا ومناسب. تمام. هبدأ بقى، شايفين زي ما حضراتكم شايفين. معلش لان التليفون في ايديا. شايفين السمك ده كويس جدا. هبدأ اخده بقى وافرشه جنبي على الركنة. على السجادة افرش عليها قماشة نظيفة. واشغل عليه المروحة. طبعا ما ينفعش ان انا اسيبه من غير مروحه، هياخد وقت كتير. هشغل المروحه عليه وما اسيبوش ينشف قوي، لا يا دوبك بس يعني اجي اشيله كده الاقيه طري بس مشفشف. واخده بال حضرتك؟ يعني مش اسيبه ينشف يتفقش كده، لا ايه، طري بس يا دوبك ماسك نفسه كده. واخده ارش عليه رشه دقيق، واخرطه بالمكنه على لها طبعا ناحيه تانية كده بتخرط المخروطه او المسروطة زي ما حضراتكم شايفين. الناحية اللي هي بتبقى عاملة زي الشعرية كده. تمام. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسونش باللايك وشيروا الفيديو عشان اخواتكم وحبايبكم يستفادوا. شايفين ما شاء الله نزل من الناحيه اللي ورا ديت شبه المكرونه الاسباجيتي كده. بعتذر منكم برضو لان التليفون في ايديا ومش مش موضح الصورة قوي، بس النتيجة بسم الله ما شاء الله. ديت طبعا لسه ما حطيناهاش للتسوية. هبدأ بقى بالمصفى بتاعتي هزها هزتين كده عشان لو فيها بقايا دقيق، بقايا فرافيت صغننة كده. هبدأ دلوقتي المصفى بتاعتي لو هي جاهزة، المصفى على الحلة عادي. لو ما عندكش المصفى والحلة، اي مصفى من عندك واي حلة مناسبة تركب عليها، وأبدأ ألزقها بالعجين زي ما حضراتكم شايفين كده عشان البخار ما يخرجش منها. تمام لحد كده تمام. هبدأ دلوقتي أحط قماشة نظيفة، ويحبذ إنها تكون قماشة قطن أو كوتونيل زي ما حضراتكم شايفين كده. وأبدأ أحط كمية بسيطة بكمية بسيطة. يعني مش هحطها كلها مرة واحدة زي المسرودة كده، لا، هحط شوية بشوية. الشوية اللي هحطهم طبعا هيطلع البخار عليها كده، وتحس إنها استوت شوية. أحط الكمية اللي بعدها، أحط كمية لحد ما أخلص الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دلوقتي شايفين ما المخروطة بتاعتنا بدأت تطلع البخار وتستوي معانا. شايفين ما شاء الله. طبعا هسيبها في المصفى لحد ما أكمل الكمية كلها وتاخد السوا بتاعها المظبوط. شايفين ما شاء الله. لو وصلتوا معايا للنقطة ديت ما تنسوش اختكم في اللايك والشير والاشتراك في القناة. تمام. بعد كده المخروطة بتاعتنا هسيبها تستوي، ولما تستوي اخرجها بقى واسيبها على طبق كبير واسع كده عشان تبرد زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي.
خلاص المخروطة بتاعتنا خلاص استوت. هبدأ دلوقتي اجيب شوية لبن او شوية شوربة او لبن على شوربة،